بارت 2. ورجعنا عشان نعمل العدس بتاعنا. اول حاجه كده مليت الحله نصها ميه، وعندي شوربه كانت في الفريزر طبعا سيحتها. هنزل بقى ايه بالشوربه كده. بعد كده بقى الجزر، بصل وفلفل، طماطم، 3 بطاطسيات، ورق البصل الاخضر، واخيرا بقى العدس، واخر حاجه الثوم. نيجي بقى للتوابل: فلفل اسمر، وطبعا الكمون اساس شاي البوكلي، ربع معلقه كبيره لون زعفران، والملح 2 اي مرقه دجاج عندك، وادي التانية. ونقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، ونسيبها بقى تغلي مع نفسها لحد ما تستوي. زي ما انتوا شايفين كده العدس بتاعنا استوى. رحت مفضيه الحله، نزلت بمعلقتين زبده او معلقتين سمنه اللي انت عايزاه، وبعد كده بقى نزلت بالشعريه بتاعتي وقعدت اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه ده. زي ما انتوا شايفين كده خدت اللون. رحت نازله بالعدس وقعدت اقلب فيه بقى وغطيته لحد ما هياخد جلوتين، وهطفي عليه على طول. وكده العدس بتاعنا خلص وجرفت وكلنا. وبصراحة ربنا العدس يعني بصراحة حاجة حلوة قوي في الجو اللي احنا فيه ده. حطيت بقى جنبه عيش محمص، وحطيت بصل وجرجير، وكانت الأكلة جميلة، وزي ما بيقولوا أكلة هنية بالكف 100. جربوها وقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.